تعالوا نعرف ايه بيحصل لجسمك بعد ما تشرب مشروب غازي. بعد ما تشرب المشروب الغازي، الفوران والغازات بتدخل جسمك، بعدين الجسم بيطلع الغاز الزياده عن طريق التكشف. اول ما تشرب، غاز ثاني اكسيد الكربون اللي في المشروب بيتحرر جوه، والفواكه تبدا تكبر وتتمدد، تحس ان بطنك اتملت بسرعه. وبعدها هتلاقي معدتك اتنفخت فجأة، والسكر الكتير اللي في المشروب هيعلي سكر الدم جدا، فالانسولين يطلع من البنكرياس وينتشر في الدم. ولما الانسولين يطلع هنا بقى، النشاط اللي كنت حاسس بيه هيتحول لهبوط وخمول، وتبقى عاوز تاخد سكر تاني وتاكل تاني وتتخن تاني. وبعدها الكليه هتشتغل وتقول لك يلا الحقني بالحمام بسرعه، علشان المشروب ده بيكون فيه كافيين. لما تشرب بيبس وقت السحور، الكلى بتجهد اكتر وتخسر سوائل، فبتتعرض للعطش والجفاف وانت صايم. ده غير طبعا انها بتبوظ العظم والاسنان على المدى الطويل. بتشوفوا الفقاقيع دي بتاكل في العظام والاسنان ازاي؟ عاوز تشرب بيبس، اشربه بعد الفطار، ومش كل يوم، لا كل فتره، والافضل طبعا ما تشربوش، وغير طبعا الضرر اللي هيحصل لكل جسمك. معظم المشروبات الغازيه والبيبس بيكون مقاطع، يعني حرفيا بيبقى لك امراض زي السمنه وامراض الهشاشه ووجع العظم فلوسك، وبعدين يرجع يشتري بيها سلاح ضدك. عدوك مش عبيط، فخليك انصح منه وما تشتريش، وشوف مشروبات طعمها احلى تفيدك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك، وتوعي غيرك وقول لنا رايك. سلام.